ولأن الحاجة هي أم الاختراع، دفع نقص الوقود في اليمن شابا لاختراع دراجة تعمل بالطاقة الشمسية. الدراجة تستطيع السير نحو 80 كيلومترا في حال امتلاء بطاريتها بالطاقة الشمسية، ورغم ذلك فالشاب اليمني لديه طموح أكبر من ذلك. قديما قالوا إن الحاجة هي أم الاختراع، لكن الحرب كانت أم الاختراع في العاصمة اليمنية. ففي شوارع صنعاء ينطلق هذا الشاب مستقلا دراجة تبدو عادية، لكنها ليست كمثيلاتها، فهي لا تحتاج التزود بالوقود لأنها تعمل بالطاقة الشمسية. الشاب البالغ من العمر 27 عاما ابتكر الدراجة بنفسه، وثبت محركا صغيرا و5 بطاريات لتخزين الكهرباء و4 ألواح شمسية لتجميع أشعة الشمس. كان الناس يسيرون سيرا على الأقدام نتيجة لتوقف معظم السيارات بسبب عدم توفر البترول، ففكرت ان انا اعمل لي دراجة لمشاويري الخاصة بطاقة متجددة بدون اي وقود. تلك الدراجة قادرة على قطع نحو 80 كيلو مترا لدى امتلاء بطارياتها بالطاقة، لكن يبدو أن الشاب اليمني لن يتوقف عند هذا الحد، إذ يحلم الحكيم بإنشاء مصنع لإنتاج الدراجات التي تعمل بالطاقة الشمسية لبيعها في جميع أنحاء اليمن.